حاجات لازم تفكر فيها وانت بتصور على كروما. الكروما لازم يبقى لونها اخضر فاقع، لازم تكون خامتها قطن او اي خامه مش بتعكس الاضاءه، لازم تكون مكويه كويس وما فيهاش كرمشه. محتاج 3 كشافات، ولو مفيش 3 ممكن 2 كويس، بس دي هتطلع اقل نتيجه ممكنه، واحتمال ما تطلعش نتيجه اصلا. لو عايز نتيجه محترمه هتحتاج 7 كشافات، 4 على الكروما و3 على الممثل. محتاج كاميرا DSLR كويسه، على الاقل كانون 600 دي. ما تصورش كل حاجه مره واحده، اعمل تيست وجربه وشوف اضاءتك مظبوطه ولا لا، وشوف عمليه الفصل سهله ولا هتقابل صعوبه معاك، وارجع صور تاني وجرب كذا مره لحد ما توصل لنتيجه تريحك في البوست برودكشن. لازم تعرف ان كل مشهد مختلف عن التاني، يعني مش كل المشاهد اللي متصوره على كروما فصلها بيبقى سهل او بدوسه واحده، في مشاهد بتحتاج شغل كتير وبتاخد وقت. التدريب، درب ايدك كتير على مشاهد متصوره على كروما وجرب تفصلها. دايما حاول تقرب للواقعيه في شغل الكروما، يعني اظبط اضاءتك كويس قوي عشان تقدر تقنع اللي بيتفرج ان المشهد ده حقيقي مش كروما.